كابتن اسامه الباز ابن قريه ابو الشيشه مركز بالازدهاني. عرفنا بس على كابتن اسامه وايه اللي حصلتوا عليه من ميداليات وجوائز وايه المشاركات اللي انت شاركت عليها دوليا او محليا؟ الدولي ولا دولي ومحلي. مين اسامه الباز الاول اسمك؟ اسامه الباز على اطلقيه من قريه ابو الشيشه مركز بالازدهاني. بسم الله ما شاء الله. ده درع منين يا كابتن اسامه؟ من المحافظ. ده من المحافظ؟ ده بعد بطوله ايه؟ دي بعد بطوله الافرو العربيه. الافرو العربيه. الافرو العربيه. كم ميداليه حصلت عليها يا كابتن اسامه؟ الميداليات الدوليه ولا المحليه؟ دولي ومحلي. دولي ومحلي، ما هو على حسب العدد بتاعهم. ما شاء الله. ما شاء الله. اللي عليه العلم. اللهم صل على العلم ده محلي ها؟ لا العلم ده دولي. دولي ده الاتحاد العربي للقوه. دي علم دولتها هنا بقى البطوله. ايجيبت. انت بتتمرن فين يا كابتن اسامه؟ بتمرن في صاله. صاله يعني مش مفيش مركز شباب؟ لا هو يعتبر مركز الشباب مفيش حاجه، اوضه. يعتبر اوضه عاديه فيها شويه حديد 240 كيلو ببار وخلاص. انت شاركت في بطولات دوليه يا حاج اسامه؟ فين؟ في بطوله العالم وفي بطوله العربيه الخامسه وبطوله افريقيا وبطوله القاره السوداء. يعني انت عايز تفهمني ان حضرتك حصلت على الميداليات دي كلها؟ على المركز الرابع في بطوله العالم. ومفيش مركز شباب يقويك او يمرنك؟ لا. ولا في مسؤول يكرمك؟ لا. يعني كابتن اسامه انت شرف لمصر كلها. هل خدت حقك من الدوله؟ يعني خدت حقك؟ ما خدتش حاجه. ولا حد كرمك ولا حد طلب يقابلك ولا يكرم الكابتن اسامه؟ مفيش اكتر من المحافظ مره واحده وخلاص. انا مش عارف اقول لك ايه يا كابتن اسامه، والله انت فخر لمصر كلها وللعرب وللعالم كله. انا عايز اقول حاجه. دي مش مشكلتي لوحدي، دي مشكله ناس كتير في مصر برضه. انا عايز النهارده انا قصدت ان انا اقول حاجه واحده بس. ان احنا يعني ليه الالعاب الفرديه الناس مش مهتمين بيها؟ ليه الكوره بس الالعاب الجماعيه اللي مهتمين بيها كلنا لافين حواليها وكل واحد بياخد حقه، انما الالعاب الفرديه اللي هي المفروض ان البطل هو اللي بيعملها بذاته. والله الموضوع ده بس يرد عليه المسؤولين، هم اكتر ناس يعرفوا الرد عليه. ما شاء الله. ودي شهادات متوثقه ولا ارقام. لسه هنسالك هنشوف الشهادات. ولا ارقام في الاتحاد وكل حاجه. اللي عايز يسال على نتيجتها يسال على نتيجتها. كل شهاده لها تاريخها ولا السكور بتاع النتيجه بتاعها موجود في مصر. طب دي ايه يا كابتن اسامه؟ دي شهاده بطوله العالم. بطوله العالم؟ يعني انت طالع رابع عالم؟ رابع عالم؟ رابع. ده الاسم اهو وده والاسم الدولي. ايجيبت. ما شاء الله. وده الرابع. يعني احنا عايزين بس نقول ان كابتن زي الكابتن اسامه الباز دي البطوله الافرو العربيه في الاسماعيليه. ابن قريه ابو الشيشه مركز بالقاس. رابع عالم شارك باسم مصر ورفع راس مصر الاتحاد العربي ورفع اسم مصر بدون كلها مع نفسه. يعني ما فيش مركز، ما فيش نادي، ما فيش حد دعمه وجاب رابع. طب لو في اهتمام بالكابتن اسامه الباز، ليه ما كانش يعني ليه ما كان ممكن يطلع اول عالم؟ كان ممكن يقدر يحافظ على النجاحات دي. انا مش عارف والله اوديهم فين. ما شاء الله يا كابتن اسامه. طب انت بتشتغل ايه يا كابتن اسامه؟ يعني انت عايش منين دلوقتي؟ انت عايش منين؟ عايش ازاي؟ بشتغل في البلد. اي حاجه ازاي يعني؟ اي حاجه في البلد. اول ما تعيش موظف الدوله؟ موظف ايه؟ بس عادي يعني. موظف ايه يعني؟ موظف ايه؟ الاوقات. يعني عامل مسجد يعني ولا ايه؟ عامل مسجد؟ وما فيش طب بتتقاضى اي رواتب من اي مكان تاني غير ده؟ لا. ولا في مكافآت من المحافظه ولا في اي حاجه؟ ولا اي حاجه.
وده مصير الالعاب الفرديه. بسم الله ما شاء الله، ده لسه بسم الله الله اكبر. لا 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 خش يا عم خش يا عم. ده دبلوم في الزراعه الحديث الحديدي. بسم الله ما شاء الله. وده برضه الاتحاد المصري للقوه، مشاهره رقم 1 لسنه 92. اسامه الباس علي اهو برضه شهاده تقدير رابع عالم اهو برضه شهاده التقدير بتاعتها رابع عالم في العاب القوه، من قريه ابو تشيشه مركز بلقاس. قريه بسيطه على قد حالها. والنهارده جالنا خبر برضه ان بسم الله ما شاء الله اول عالم عندنا في الكيك بوكس. يعني دي قريه المفروض الناس يعني ايه المسؤولين يبصوا لها شويه بصه رحمه بالنسبه للرياضه وللصحه ولكل حاجه. فيديو ورانا كده اهو. طب بتدفع يعني الشهادات دي، دولة هو خد ايه من الشهادات دي؟ ما اتكلم يا سيدي. قريه يعني هو خد ايه من قريه الشهادات زي دي؟ دي قريه زي لا دي خد دي بتنجب ظهرها جامد دي ابطال وكرهها. عالم شهاده تقدير. ظهرها تقدم شركه بوتوسبورت بوتوسبورت والمجلس القومي للرياضه بخالص الشكر والتقدير للسيد اسامه علي الباس على الجهود المبذوله ودعم سيدته مسابقه القوى المغربيه. يعني انت كنت بتشرف فيها يعني دي؟ كمدرب حتى ولا حصل على بطل عالم رابع يعني حاجه عن ايه؟ يعني ده مننا مثلا وصل بطل عالم يشتغل موظف عامل في مسجد ايه اللي هو استفاده وايه المقابل اللي هو يعني احباط بتحبطوا. احنا ناس خدنا بطولات اهليه لا بقول على الشباب الصغيرين بعد اسمك يعني الشهاده دي جايه من الجنب. طب البتاع ده يا سيد زي ده النهارده ده وهو يشوف القائد بتاعه هو مش عارف يعمل حاجه. القائد بتاعه مش عارف يعمل حاجه، هيبقى له نفسه انه يتمرن ويعمل لدولته حاجه. احنا دي اللي احنا بنسال فيها النهارده. بنلعب في اوضه يا استاذ سعيد. انا والله يا شباب انا مش عارف اقول ايه الصراحه. انا كان عندي كلام كتير قوي يا محمد لكن ما كنتش عارف. خد راينا مع انا مش متوقع والله ما كنت متوقع. احنا بنلعب في اوضه احنا اللي عاملينها في النادي اسمه نادي في ابو تشيشه. اوضه احنا اللي عاملينها وفرشينها رمل فيها بار خدت بالك وفيها طرات خدت بالك. بنتحايل على الناس حتى اللي هي تزود لنا الطرات نلعب فيها مفيش حد بيزود لنا حاجه او مفيش حد بيعمل لنا حاجه. احنا ايه المقابل لنا؟ بنطلع نلعب البطوله ما بنلعبهاش باسم ابو تشيشه. يعني اللي انت فيه ده مش مركز الشباب. لا مركز لا ده مش مركز شباب. ده صاله خاصه بنلعب فيها بفلوس. احنا متلمين بنلم الشباب فلوس من بعضنا. يعني ايه صاله خاصه؟ صاله خاصه بالمجهودات الذاتيه في مركز الشباب. لما بنيجي نطلع نلعب البطوله ما بنلعبهاش باسم بلدنا. مثلا بنلعب مثلا برضه نفس المشكله برضه بتوع الكيك بوكس برضه قال لك ان احنا بنطلع بنمثل اماكن تانية لان مش مسجلين. انتوا مش مسجلين باللعبه بتاعتكم. يعني اذا ان كيان موجود مبنى بدون اي روح. يعني احنا عايزين نقول بس احنا عندنا بسم الله ما شاء الله ابطال عالم ابطال جمهوريه عندنا اول عالم. هو ابطال جمهوريه خدوا ايه؟ علم ايه؟ يعني ايه اللي خدوا؟ ايه اللي استفادوا؟ لعبت بطوله جمهوريه بالك في الاسماعيليه باسم المنصوره مش باسم بلقاس عشان مش مسجلين. مش مسجل وهي دافع فيها فلوس. يعني انا دافع فلوس ما رضاش ياخدوا مشتركين علشان اطلع العب بطوله الجمهوريه. طلعت اول في الدقهليه حولت للجمهوريه في الاسماعيليه باسم المنصور مش باسم بلقاس ولا اسم ابو تشيشه. درع بطل عالم. درع بطل عالم عليه تراب عشان متأهمن ومنسي عشان حقه منسي. اما يبقى راجل بطل عالم ويبقى الدرع بتاعه مش لاقي مكان يعني يقوي فيه حاجته ورقه في شكاره. اقسم بالله
اقسم بالله العلي العظيم منزلينه مفاجاه ما يعلم احنا جايين، منزلين الشرف والوسام والميداليات اللي حصلها بطولات على العالم ومحليه ومركزيه ومحافظه. خدت بال حضرتك من